السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى كحك العيد، كل سنة وانتم طيبين. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقولك على التريكات كده اللي هتخليه يظبط معاكي بإذن الله، ويطلع أحلى من الجاهز كمان. شايفين السوا بتاعه والحجم كمان، المين الصغنن ده بيكون حلو جدا. بتاخديها كده على بق واحد. هنفتح بقى كده الكحكة بتاعتنا. شايفين دي التسوية بتاعتها عاملة ازاي من تحت ومن فوق، واخدة كلها كده لون كده محمر وحلو جدا. التسوية بتفرق جدا في الحاجة بتاعتك اللي انت بتعمليها. يعني انا بعتبر ان التسوية هي نص العمايل. يعني انت ممكن تعملي الحاجة كويس جدا وفي التسوية ما تهتميش قوي او ما تعرفيش تسويها حلو، فتتبهدل منك ويروح مجهودك كله والخامات اللي انت حطاها كلها على الارض. زي ما قلت التسوية مهمة جدا، وهقولكوا على كل التفاصيل في الفيديو ده بإذن الله. شايفين بقى الذوبان بتاعها؟ بتكون ماسكة نفسها وفي نفس الوقت كده بتدوب في البق وبتكون حكاية. والملبن من جوه سايح. انا عامله لكم الملبن في فيديو منفصل قبل الفيديو ده على طول، علشان يكون سايح معاكي في الكحكه بتاعتك وما ينشفش منك. هجيب بقى الكميه بتاعتي او المقدار بتاعي ده، مقدار 2 كيلو. لو انت هتعملي كيلو هتعملي نص المقدار. انا هنا كده معايا 2 كيلو من الدقيق، عليهم كوبايه كبيره من السمسم المحمص، وعليهم معلقه صغيره مليانه من ريحه الكحك، وذره ملح، واربع معالق سكر بودر. الاتنين كيلو بتوعي هياخدوا كيلو من السمن، ولو انت عايزاه دايب قوي هتزودي معلقتين كمان فوق الكيلو، فوق كيلو السمنة. انا هنا كده هعمله مظبوط، يعني هو دايب وفي نفس الوقت ماسك نفسه. فهنستخدم للاتنين كيلو دقيق كيلو من السمنة. انا هنا كده مستخدمة سمنة كريستال. هجيب بقى السمن بتاعي، هسيبه يقدح او يسخن جامد على النار، وهتعرفي ان هو سخن خلاص كده لما تاخدي ذرة دقيق في ايدك كده وتنطريها كده على الوش، هتلاقيها فارت معاكي، هيبقى كده خلاص هو جاهز. هبتدي ان انا في الخطوة دي انزل بيه على الدقيق بتاعي على طول. هبتدي ان انا اقلب بالراحة كده بمعلقة، لانه بيكون سخن جدا على الايد. وهركنه شوية دلوقتي على جنب، عقبال ما اجهز الخميره بتاعتي. معايا كده كوبايه من الميه الدافيه، هنزل بظرف كامل من الخميره، لان انا مستخدمه 2 كيلو دقيق، عامله كميه كبيره. ومعاهم معلقتين من السكر علشان الخميره بتاعتي تشتغل. وابتدي ان انا اقلبها كويس جدا واغطيها وهركنها على جنب لحد ما هنبس الدقيق بتاعنا. هنركن بقى كده الخميرة على جنب، ونبتدي ان احنا نبس الدقيق كويس جدا. انا هنا كده هنقله في حاجة واسعة شوية علشان خاطر اعرف اخد راحتي وانا ببسه كويس. اهم حاجة في الكحك الخطوة دي، ان انت تبسي الدقيق بتاعك كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هتفضلي تدعكي فيه شوية حلوين لحد ما تحسي كده ان خلاص الدقيق بتاعك اتشرب السمنة كلها، وبقى بالملمس اللي انتوا شايفينه ده كده في الفيديو. اول ما خلاص هبسه كويس جدا، هنزل بكوبايه من اللي هي الخميره، الميه اللي هي على خميره اللي احنا عاملينها. انا هنا هستخدم في الكميه اللي انتوا شايفينها كوبايه ونص من الميه. انا هنا مش بعجن، انا بلم بس كده بصوابعي لحد العجينه ما تتشرب الميه بتاعتي، مش بعجن. في بقى السوائل هنا على حسب، في دقيق بياخد سوائل كتيرة وفي لأ، فعلى حسب انتي اظبطي العجينة بتاعتك بالراحة كده، وتحطي واحدة واحدة لحد ما تحسي ان خلاص انتي كده تمام. لانك لو زودتي سوائل الكحكة بتاعتك هتنشف معاكي. انا هنا كده زي ما قلت بلم بصوابعي بس كده، مش بعجن. هشوفها كده هلاقيها محتاجة تاني فوق الكوباية اللي انا حطيتها، فهحط كمان نص كوباية. زي ما قلت انت هتلمي كده العجينة في ايدك، لو كورتيها كده وضغطت عليها لقيتها بتشقق، يبقى هو عايز كمان حاجة بسيطة مية. وقلنا اظبط السوائل علشان السوائل لو كترت هتنشف الكحكة بتاعتك منك. هنا كده هكور كده العجينة بتاعتي وهضغط عليها. شايفين طرية وناعمة ازاي؟ ما شاء الله العجينة حلوة جدا. بس ما تحكميش على العجينة برضو اول ما تاخديها وتكوريها كده، لو شقت ما تحكميش عليها، يعني ايه، ادعكيها في ايدك شوية او اخدميها في ايدك شوية، لان هي ممكن تكون مش محتاجة سوائل ولا حاجة، هي بس محتاجة انها تتخدم كويس. ابتدي اكور كده وبالبصامة بتاعتي او على حسب بقى
كده الكحكايه بتاعتي جاهزه معايا او العجينه بتاعتي جاهزه ان انا ابتدي ان انا اشكل فيها براحتي. هتبتدي ان انتي بقى تشكليها بالقطاعات بالبصامه، تلمي الاولاد حواليكي كده وتحسوا بفرحه العيد وتعملوا الكحك سوا. انا عملت كده بعد الفيديو هنا كده، ده اللي بالبصامه، ده اللي بالقطاعات، وعملنا اللي بالبصامه برضو مع بعض. شايفين الرسمه بتاعتها مش بتروح منك وبتكون تحفه. السوا بقى بتاع الكحك بتاعنا على درجه حراره 180. فرن بيكون ساخن مسبقا، هتدخلي على درجة حرارة 180 الرف اللي في النص. تمام، بيقعد حوالي نص ساعة. او انتي برضو يعني تابعي الكحكة بتاعتك كده وشوفي على حسب الفرن بتاعك بيساوي ازاي، او على حسب الحرارة بتاعته بتكون عاملة ازاي، وعلى حسب برضو بتساوي فرن كهرباء ولا فرن غاز. تمام، لو فرن كهرباء انا قلت درجة الحرارة بتكون 180، ولو فرن غاز برضو حاولي انك تظبطي درجة الحرارة، بتكون 180 رف وسط. بيقعد حوالي من 25 دقيقة لنص ساعة، ما بيزيدش عن كده. وتابع الكحكاية بتاعتك، وبتفرق لو محشية معاكي ملبن او لو سادة. تمام، السادة بنعلي عليها الحرارة عادي، مش بنخاف ان يجرى لها حاجة، لكن المحشية بنخاف ان الملبن يفور جواها ويخرج منها، بتكون مش مستحملة درجة الحرارة العالية. ده كده اللي محشية الملبن قلنا عاملاه لكم في فيديو منفصل قبل الفيديو ده على طول. ده الشكل بتاعها، الرسمه بتاعتها مش بتروح خالص. انا هنا كده الكحك بتاعي برضو مدة التخمير بتاعته بسيبه يختمر حوالي يعني، عبال ما بخلص خالص اخر كحكة ببتدي ان انا اسوي بقى. يعني ببتدي ان انا خلاص اخد بقى من الاولاني خالص اللي انا قطعته، وابتدي التسوية بتاعتي، يعني مش بسيبه كده او بركنه. تمام، اشوفكم بقى في فيديو جديد، وباذن الله نعمل باقي الوصفات مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.